ده شاب 16 سنة محتاس بين الدين والنجاح والمزاج، وبيحاول يوفق ما بينهم. وده محتوى الفيديو. طبعا انا لسه صاحي من النوم، وللاسف انا متعود ان انا اول ما اصحى لازم اشرب قهوه. انا اصلا بشرب 3 كوبايات قهوه في اليوم، وده غلط عموما، بس انا متعود ان انا اشرب قهوه اول ما اصحى. ده بنعمل قهوه. طبعا هنعمل القهوه دلوقتي وهقول لك كام حاجه كده. انا جاي النهارده عشان اوريك يومي اللي بصراحه مش مثالي عادي، وانا معتمد ان انا مش هوريك احسن يوم ليا. يعني انا مش هوريك اليوم اللي ابقى مثلا عندي فيه تصوير عشان اوريك مثلا انا بصحى في بدري. يعني مش عايز مثلا اوريك يوم انا بصحى فيه مثلا، شوف 2 معلقه قهوه، ان انا بصحى فيه مثلا الساعه كام، الساعه 8 مثلا ولا 7 عشان اصور فيديو مخصوص. فانا مش عايز اوريك الفيديو اليوم ده، انا موريك فيديو مخصوص يكون شبه اليوم الطبيعي اللي انا تقريبا كل يوم بصحى. بوريك يومي الطبيعي جدا عشان ما تفتكرش ان في حد مثالي ولا كل اللي بيطلعوا دول مثاليين. بس ايه رايك في الفورمه؟ طرش بصراحه. رجعت فيديوهين بصراحه الاتنين يا لهوي. هو في كده ادي برضه 16 سنه ان انا سرقت منهم الفيديو ده؟ ما سرقتوش انا، بس خدت الفكره. ماشي، كل واحد له شخصيه طبعا، بس ايه، بس اللي انا خدت منهم الفيديو ده الاتنين سبحان الله حياتهم متكامله. واحد صاحي الساعه 5 والتاني صاحي الساعه 6. انت متخيل اصلا ان هم بيصوروا للناس ايه ولابتوب ازاي وبتاع؟ انت متخيل في كده اصلا؟ دي مش حياة 3/4، يعني حياتنا كلنا مش شبههم خالص. انك مثلا حد يتفرج عليهم، دي مش حياته فعليا. يعني يبقى حاسس باختلاف كبير قوي ان هم ازاي معاهم ايفون ومعاهم لابتوب وبتاع، والراجل قاعد بيشتغل على اللابتوب بتاعه وانا قاعد هنا ما بعملش حاجه. لا، كل واحد ليه حياه فعلا، وهو بيحاول يوري لك احسن صوره، وان هم ما بيجيبوش فرد، وان هم ما بيسمعوش اغاني، وان هم ما بيعملوش حاجه غلط خالص. ده غلط. بعد شويه ضغط وهطلع، وبعدها هروح اصلي الظهر لسه متى. طبعا فتح نص عمرك اللي ما شفتش فيديو الألف ضغط. طبعا احنا دلوقتي ويجي وقت صلاة، رايحين نصلي يعني. الحمد لله صلاة الظهر تمت، ودلوقتي هنطلع كده نشوف بقى، هنقعد على التيك توك شوية بتاع. بس انا ما بقعدش على التيك توك كتير الصراحة. اقصى حاجة اقعد على التيك توك مثلا ممكن ساعة في اليوم كله، لو فكرت اقعد ساعتين مثلا، فاهم؟ بس متفرقين طبعا. دلوقتي هشوف كده ولا هنحل واجب درس ولا حاجة، وبعدين نشوف كده هنعمل ايه بقى. كده دلوقتي انا صورت فيديو شورت هنا، هتشوفوه النهارده اصلا امبارح يعني، عشان الفيديو ده ينزل بكره. فهتشوفونا بقى طبعا دلوقتي ده، بس هنشوف هنعمل ايه. طبعا كده لبست خلاص. استنى يلا بينا. طبعا دلوقتي اهو نازل رايح الدرس. لو اتفقت الطرش اللي لسه موريها لكم، هصور
هقول لكم في الدرس كده كده. فانا عاوزك تفكر في المعاناه كده. واحد قدي مثلا او اصغر او اكبر بينزل في عز الشمس يروح الدرس، هو قبلها بيبقى عايز يعمل شغله مثلا او يوتيوبر او اي حاجه تانية، مبرمج او بيشتغل حتى شغل على الحقيقه. متخيل يعني عناء. فعارف في عناء برضه، عناء اللي بيشتغل 10 ساعات مثلا. واحد بيشتغل 10 ساعات طبعا انا واخد في الشمس كفايه. واحد بيشتغل 10 ساعات مثلا في محل سوبر ماركت. واحد اللي بيشتغل 10 ساعات في محل سوبر ماركت ده يعني مش بعيد مثلا عليا، ده انا من شهر ولا شهرين فاهم. كنت بروح في عز الظهر اروح اجيب حاجات واعيش واجيب حاجات فاهم. فكل واحد ليه شغلانته فعلا بتبقى متعبه، بس انا طبعا كنت ساعتها بخطط لكل حاجه فاهم. كان دماغي شغال على طول فاهم، كان شغل مؤقت بس. فكل واحد بيسعى في رزقه مش بيسعى في اللي رايح له. ودلوقتي نركب بقى، كفايه كلام كده. الحمد لله نزلنا من الميكروباص، ده كان اصعب حاجه في الحياه النزول من الميكروباص دوت. الحمد لله نزلنا منه. فرايحين على الدرس دلوقتي. عناء فعلا يعني، عناء بس والله انا النهارده حتى ما قعدتش على التيك توك لحظه. كنت عمال اعمل الفيديو الصغير اللي هو الشورت اللي نزلته، وبصور الفيديو دوت وبمنتج الفيديو الشورت. قصه كتيره عسل. في فيديو برضه قريب ان شاء الله هيبقى فيديو صيد سمك ولا حاجه، انا بحب اصيد السمك قوي. دلوقتي بقى انا دخلت لقيت المستر لسه ما جاش. تقريبا كل الحاجات دي بتحصل مع كل الناس فاهم، بس لازم نتأقلم معاها بقى. جبت طبعا السنجة كينج، فتعالى نفتحها بس وارجع لكم تاني نتكلم شوية. اقول لك حاجة بسرعة كده واشرب. الحياة مش مثالية، مفيش حد حياته مثالية. انت ما تفتكرش ان حد يطلع لك مثلا وعايز يبان حياته كده فهي حياته مش كده حرفيا يعني عادي اهو. بنروح في ميكروباصات وبنطلع وبنتبهدل وبننزل فاهم. دي الحياة الطبيعية اللي 3/4 مصر عايشينها. 3/4 ايه؟ ده معظم مصر، 99% من مصر عايشينها. مفيش غير مثلا طبقة بقى اللي هي شوية فاهم، بس دي الحياة العادية ده احنا فاهم. ودي مش حاجة تعري على فكرة أي حد، يعني حد طلع أصور عادي أهو. ماشي. أول شعر علاقة بنفوس الناس والتنم هو شعر بنوع الإيه؟ الخيس. ومقطع القصيدة إيه بقى؟ كيف نبكي لسقط الجوع بين الدخول فقط. ماشي. السؤال اللي بعده. ما الموضوعات التي تدل على المعلقة تدل السؤال ده مهم، إجابته مهم. سلم وإيه؟ ومات. ماشي؟ طيب. ده مين فقرة العقل؟ فقرة العقل الشعر. الحمد لله طبعا دلوقتي ده خرجنا من الدرس وصديقي العزيز. السلام عليكم. السلام عليكم. بس وعايز تطلع في الفيديو؟ سلام على الجمهور. تابعنا برضه كلهم وبتاع، ناس طيبة والله العظيم. بس فجامد ان انا طلعت من الدرس الحمد لله. طبعا دلوقتي هو خلاص خلصت الدرس وخلصت كل حاجة وتحت البيت تقريبا يعني. الحمد لله كان يوم متعب قوي. بدأنا الفيديو هنا ننهيه هنا والحمد لله كده كفاية قوي. طبعا دلوقتي هقعد امنتج في الفيديوهات في الفيديو دوت، وهقعد يعني ممكن اقعد حد بالليل امنتج فيه فاهم، وده بيطول معايا قوي. بس كده، واتمنى تشترك في القناة وتعمل لايك عشان لو حد تشوف فيه تاني في فلوجات تحديات. في تحديات كتير جاية كتير، تحديات جامدة قوي. وفي سلسلة برضه يسأل المجرب اللي احنا بدأناها أول حلقة منها نزلت. شوف يعني هيبقى محتوى جميل إن شاء الله متنوع مش كله فلوجات يعني. يلا جود باي.